رسول الله يا رسول الله، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، ثم أما بعد. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالمذنبين والعصاة صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. يأتيه شاب من الشباب يقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه، فيقوم القوم ويزجروه: مه ويقول عليه الصلاة والسلام: اتركوه، فيقول له: أدنه، فيدنو منه قريبا، فيقول: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فيقول: أتحبه لأمك؟ فيقول: لا، جعلني الله فداك. فيقول: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. فيقول: أتحبه لابنتك؟ فيقول: لا، جعلني الله فداك. فيقول: ولا الناس يحبونه لبناتهم. فيقول: أتحبه لأختك؟ فيقول: لا، جعلني الله فداك. فيقول: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. فيقول: أتحبه لعمتك؟ فيقول: لا. فيقول: ولا الناس يحبونه لعماتهم. يقول: أتحبه لخالتك؟ فيقول: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. هكذا صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنع ذلك الشاب بكلام عقلي، وكان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه العقوبة، لكنه رحمة بذلك الشاب. فأخذ صلى الله عليه وسلم يعطيه الأدلة العقلية. صلى الله عليه وسلم رحيم، صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الفتى له شهوة وله تعامل خاص. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كيف يتعامل مع هؤلاء الفئة، مع المذنبين ومع العصاة، رحمة. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده على صدره، على صدر ذلك الشاب، فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. هكذا صلى الله عليه وسلم تعامله مع المذنبين. وأخذ صلى الله عليه وسلم يستدل بقبح الزنا في أعين الناس، وأنهم لا يرضونه على محارمهم، فكما أنت لا ترضى على محارمك فالناس لا يرضونه على محارمهم. وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يتعامل مع المذنبين، رحمة، إنه الرحمة المهداة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله. يا رسول الله يا رسول الله، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.